مرحبا بكم جميعا. رحمة الله على الفتاة حورية اللي اختطفها سلاح أبيض لأحد المجرمين المغيبين عن الواقع والمغيبين على كل ما تعرفت به هذه المدينة من سكينة ومن تسامح ومن تكافل ومن تضامن أيضا. وأنا كنصور حلقات توثيقية للمدينة القديمة، وقفت على عدد من الأشياء اللي افتقدوها الناس في الأحياء ديالهم أو بدات كتقل، أو أن رغم الوجود ديالها خفتات بحال ظواهر وسلوكات كيغيب فيها العنصر ديال الرحمة وديال التربية وديال الإحساس بالآخر، واللي مطلوب أنها ترجع وتطور. كاينين ولاد أحياء شعبية مربيين عاطفين، أي أن التعميم خطر، وأن ربط السلوك القبيح بالحومة فيه الكثير من التجني على الشباب وعلى العائلات ديالهم. مشهد مروع مرعب بشع عرفته المدينة ديال يصفرو فاش طعنات فتاة وهي كتدرس في سنة أولى ثانوي، وغافلها ونهال عليها بطنعانات ديال الغدر في البطن ديالها، وكتسقط صريعة غارقة بالدماء ديالها. وصلت للمستشفى رحلة الملكوت ديال الله سبحانه وتعالى. أسبوع داز على الجريمة ديال المقتل ديال حورية، رحمها الله وأسكنها فسيح جناته ومتاع الأهل ديالها بالصبر الجميل. عندها 16 عام بطريقة بشعة على يد سفاح بسوابق قضائية. وقبل من حورية هجم على زوج ديال التلميذات بسلاح أبيض، وحدة عندها جرح غائر على مستوى الخد، والثانية في يديها وكتعاني تعاني على ما كنعتقد منعها مستديمة. حورية كانت حتى هي كما أصحابتها كتحلم بوظيفة، بأسرة، بأبناء، حلم مشروع تم اغتصابه من طرف شخص تحكمت فيه الصفات والسلوكات اللا إنسانية، حلم تبخر مع الأسف. الحملات التمشيطية اللي الواسعة والخطة الأمنية اللي قامت بها السلطات قدرت أنها تطيح هذا عدو الله في دوار القصبة بجماعة منترناغة. وراه دابا في القضاء اللي غادي يقول الكلمة ديالو، يعني أن الأمن دار خدمته، خاصو يكتف من الدوريات في الأماكن اللي هي حرجة واللي يمكن تكون بؤر، ولكن مهما كان الأمن كيقوم بالمسؤوليات ديالو، فهذا ما كيمنعش أن مؤسسات أخرى خاصها تدير الخدمة ديالها حتى هي. المجرم عاد خرج من الحبس اللي دوز فيه 5 سنين بتهم لها علاقة بجرائم الضرب وبالجرح وباستعمال السلاح الأبيض وبالاختطاف أيضا، يعني أنه دخل الحبس وخرج بلا ما يكون عنده حتى شي أثر على السلوك ديالو، على شخصيته، أو يتم ردعه. يعني أن التركيبة النفسية والوجدانية ديالو ما متوازناش وما عندوش حس إنساني، لأن الحب ديال الهلوسة شللات أي ذرة الإنسانية فيه. تحريض العلني على ارتكاب أي جريمة سواء سرقة، قتل، اغتصاب كيتم بطرق مختلفة، تتبدا من السكوت داخل المحيط ديال الجاني، كتنقل تدريجيا للتطبيع مع ممارسة الغصب بالقوة وبأدوات كيعتقد البعض أنها عادية وما غادي تطورش. الاغتصاب حقوق الغير في الحرية، في التجوال بأمن وباطمئنان، واللي عنده تداعيات اجتماعية ونفسية واقتصادية على المغتصب والمحيط القريب والبعيد ديالو. هذه الجريمة ما رضى عليها حتى شي واحد، يعني كل شيء استنكرها وكل شيء تضامن مع هذه الفتاة ومع الأهل ديالها اللي تقتلات. كل شيء تضامن معها المجتمع المغربي وفي مدينة صفرو بشكل خاص. الشيء اللي كيأكد أن المجتمع مازال عنده البوصلة ديال الأخلاق ومازال عنده وجدان، وكتوجه السلوك ديالو، ان هذه السلوكات ما تتعبرش على الاغلبيه ديال ابناء المجتمع، واخا يكون بعضهم كيغلط مره عكس ما باغيه البعض يشيطن هذا المجتمع والاظهار العيوب ديالو كانها تحصيل حاصل على الفساد ديالو، الإغواء على ارتكاب الجريمة كما كان النوع ديالها في حق الغير، سواء كان في كامل قوة العقلية أو فاقد لها. كيتعد جريمة إنسانية في حد ذاتها، وكتساءل كافة القنوات والمؤسسات اللي كتساهم في تشكيل الوعي والسلوك الفردي والجمعي. فعل الاغتصاب يعني كما كان النوع ديالو كيتقاطع مع غصب الشخص في حقه في الحياة، وهذا الأمر كتساهم في عدة قطاعات عن وعي أو دون وعي، بنشر بذور التطرف الفكري والسلوكي والتدمير ديال القيم حصنات المجتمع من الانحدار الأخلاقي. المهم هنا الابتعاد على تنمية السلوكات واعتبار كل المجتمعات الغربية مدن فاضلة أخلاقيا كتستحق التنويه بها والاقتداء بها. هذا قمة في التجهيل والتدليس، إقصاء كل ما هو أصيل
في المجتمع ديالنا وهي الأسرة. الاستنتاج الأول اللي نقدر نخرجوا به هو أن التقدم التكنولوجي والعلمي والتفوق في معدل الدخل الفردي ما عنده حتى شي علاقة بالتدني أو ارتفاع المستوى ديال القيم وديال السلوك الأخلاقي ضابط العلاقات ما بين الأفراد ديال المجتمع. الاستنتاج الثاني هو أن المجتمع المغربي أسفروي بشكل خاص مطالب بفتح نقاش حر حول الأخطاء في المنظومة ديالو التربوية والتعليمية واللي تسببت في العديد من العاهات ومن السلوكيات، وبلا ما نرتهنوا لداك الشيء اللي كتحاول تمليه اجندات سياسيه خارجيه كتضمن الدفاع على المصالح ديالها بالدرجه الاولى بتدمير داك الشيء اللي بقى من الاسره ومن الاخلاق ومن القيم، ولو على حساب البعد الاخلاقي والروحي اللي حصن المغرب من اقصاه الى اقصاه لعقود وقرون من الزمن. الكل تحدث على الازمه ديال الجوع والتعدد ديال الاسباب ديالو والانعدام الامن الغذائي، ولكن الاخطر هو الازمه ديال الضمير وديال الاخلاق وديال انعدام الرحمه. الجريمه في حق فتاه كل الذنب ديالها انها خرجت من دارها باش تمشي تقرا على راسها، جريمه كتدق جرس الخطر بان كاين واحد الخلل في القيم اخلاقيا وتربويا اخترق المجتمع. السعي هذا المجرم هذا الاستخلاص ما يراه حق ليلو بيديه ضد الاعراف وضد القانون. هذه الجريمه مهما كانت الدوافع نتاعها ما تستدعيش كل هذا العنف هذا وهذا القتل من الاساس وبهذا الاسلوب، وهي رساله لجميع العائلات والمؤسسات باش ترد البال للدور ديال التربيه والانسجام والاستقرار ديال الاسره. العنف اللي كنشوفوه في المجتمع يمكن نردوه لتقليد الاعمال الفنيه هابطه ساهمت في الترويج ديال البلطجه وديال الفساد وديال المخدرات ومخاطبه الغرائز عند الشباب، الغياب ديال القدوه ايضا واعتلاء التافهين للساحات والمنصات والفقر المنتشر باضطراد واللي كينتج عليه تراجع اسري تربوي وقيمي مع احباطات ومع صراعات ومع غياب الدور التربوي والتثقيفي المدارس والجامعات والمؤسسات الثقافيه والإعلام. أيضا كاين علاقة ذات دلالة إحصائية ما بين المشاعر الأخلاقية والسلوك المسيء. لابد من إعطاء المزيد من الاهتمام للتعليم الأخلاق في المرحلة ديال الطفولة لمعالجة هذا الارتباط ما بين السوء ديال الأخلاق والجريمة. الشباب أكثر عرضة للقيام بأعمال العنف إذا كان عندهم ضعف التعاطف في الخجل وفي الذنب، إذا تنفى عندهم الشعور بأن العنف أمر خاطئ يمكن له يصوب أي حاجة بلا ما يتردع وبلا ما يرمش. يتم تعليم الأخلاق في المرحلة ديال الطفولة. الناس اللي كندوزوا معاهم الوقت هما اللي كيعلمونا الأخلاق أو السوء ديال الأخلاق. قرا الفرصة مازال التعليم وتطوير برامج التنمية الأخلاقية والتعليم ديالها للأطفال ديالنا باش تقلل احتمالية النمو ديالهم على الاعتقاد بأن السلوك الإجرامي مقبول واخلاقي. ينبغي اعتبار التعليم الاخلاقي كيقلش اهميه على التغذيه وعلى الصحه وعلى التعليم الرسمي باش تزاهر الاجيال القادمه. فاش كتوقع جريمه من طرف شاب مراهق تتقبط عليه كتجري امو باه باش يحاولوا ينقذوه من الحبس ومن العقاب، كيتجاهلوا انهم في شي وقت كانت عندهم فرصه باش يربيو فيه واحد النوع من الإحساس بالآخر واللي ما تبغيش راسك ما تبغيش لواحد آخر. الخطير هو أن القاتل أو مرتكب الجريمة ما تيحش بالندم، كيحش بالتعاطف، كيحش بالخجل من داك الشيء اللي قام به ضد واحد آخر. تيميل الشباب القضاء معظم وقتهم مع الوالدين ومع المعلمين ومع المجموعة ديال الأقران ديالهم. إذا كان الأقران ديال الطفل يعني صحابه ووالديه ما تيعتقدوش انه من الخطا ارتكاب الجريمه او تيفتقروا للتعاطف او الشعور بالذنب تجاه الاشخاص المتاثرين بهذه الجريمه هذه، فمن المحتمل انه يتاثر حتى هو ويتبنى فيه هذا النوع من الشعور بانه ما يشعرش بالذنب تجاه اي سلوك مخالف للقواعد واللي كيظهر في 3 سنين بالمناسبه. ومن المحتمل جدا ان الفترات الزمنيه الاساسيه والحاسمه للتطوير ديال الاخلاق كتبدا في المرحله ديال الطفوله المبكره وكتمتد لمرحله الطفوله والمراهقه اللاحقه. تيبلغ الشباب الذروه ديالهم من حيث الاجرام في المنتصف ديال
او الاواخر ديال المراهقه، كيبداو يقللوا من الاجرام ديالهم بشكل كبير في الاوائل ديال العشرينات من العمر. هذا المجرم وصل 30 عام كيتعاطى القرقوبي وغيره من المهلوسات. شنو صوب لنا؟ يمكن المدارس انها تعزز الشعور بالانتماء للمجتمع وتجري مناقشات حول الاخلاق وتوفر هذه البيئه هذه، ولكن اذا ما كانش البيئات اللي كتعزز التطور الاخلاقي طويله الامد ومستدامه عبر عده سنوات، فالتاثير على السلوك الاخلاقي غادي يكون قصير الامد وغادي تكون النتائج خايبه. رحم الله حوريه التي دفنات في بلاد والدها بجامعه إغزران بإقليم صفرو، ونسأل الله السلامة للمغرب والسلامة لصفرو ومجتمعه والصبر الجميل الأسرة ديال الفتاة. تحياتي لكم.